الله أكبر غلاك. غاب عن المسرح أكثر من 5 سنوات، لكنه لم يتوقف عن الغناء. عبد المجيد عبد الله نجم الأغنية السعودية الأول. رهيب والله رهيب. لم يترك عبد المجيد مكانا للتساؤل حول اعتزاله حفلات الغناء لسنوات، لأنه كان غزير الإنتاج ولأن إنتاجه كان أصيلا. الكاس كاسك والسهام سهامك، مالي على رمش انت سلا قوة. مؤتمر صحفي أقيم لعودة عبد المجيد قبيل حفله الكبير في دبي بعد غيابه 15 عاما عن الغناء في مسارحها. تحدث فيه عبد المجيد عن حال الفن اليوم وأسباب غيابه، لكن العندليب غرد معنا خارج السرب. خاطرك يسوى ترى 2000 خاطر. عبد المجيد عبد الله، صباح الخير، برحب فيك بصباح الفن سكاي نيوز عربية. مش أول مرة بتطل عبر البرنامج، لأنه أنت كنت دائما حاضر بأغانيك، بس يمكن أول مرة بتطل حضورا. يا هلا، صباح النور، يا هلا وسهلا فيكم. اليوم عودة، وبالمؤتمر الصحفي كنت عم تحكي عن عودتك إلى الساحة الفنية يمكن عبر الحفلات. كنت عم تحكي شوي عن طريقة تسجيل الأغاني، كنت عم تحكي شوي عن الموسيقى الجديدة التي طغت إذا بدنا نقول على الوسط الفني، والجمهور كيف صار عم بيسمع. لفتني شيء انه انت بدك تروح لعند جيل الشباب بدل ما ترجع انت تجيبهم لعندك. يعني انا بستغرب اليوم انه الجيل الجديد لما بده يسمع انت رحت لعنده، لكن شو تركت له من القديم ليسمعه؟ بما انه نحن القديم هو الصح. كلهم صح، حتى الجديد. والجديد صح. الجديد من فين جاي؟ جاي من القديم، في له أساس. لكن الجيل هم المستقبل، الشباب دول هم المستقبل، هم اللي حيقودوا، حتكون الريادة عندهم. فبالتالي هم عندهم أفكار الآن. يعني الآن إحنا نتكلم على المجال الفني حتى كموسيقيين. إحنا عندنا أساتذة كبار، لكن نستعين بالكوادر الجديدة، هم الأساس. فاحنا نبني للجيل الشباب دولة مع تقديرنا وحبنا للجيل اللي قبله. ولكن انا مؤمن بالمواهب الشابة. احنا كمان عنا ايمان بالمواهب الشابة، ولكن انت لما بدك تدرس بتروح للاساس، ومن ثم بتاخذ نمط خاص فيك نابع من هذا الاساس، صحيح؟ انا بستفيد من الشباب وبستفيد من الجيل اللي قبلي. بتاخذ منهم ايقاعهم السريع ربما؟ لا، الايقاع موجود. احنا ما نتكلم على رتم، نتكلم على فكرة، نتكلم على حالة، نتكلم على طاقة. الطاقة اللي موجودة عند الشباب دي اللي نحن نحتاجها. في الأخير هذه موهبة، بس أنا أحتاج منه الطاقة، أحتاج منه دمه الجديد ده. هو بيفكر إيش؟ بيسمع إيش؟ الآن اختلفت الدنيا. يعني الألحان حتى في مجال الألحان هم بيلحنوا عربي، لحنوا بياتي، بس اسمع من واحد موهوب بياتي من الشباب الجدد تلاقي له طعم جميل، روح مختلفة طبعا. إذا كانت عنده موهبة حقيقية نتكلم على الموهبة الحقيقية، بس ما نتكلم على الواحد يعني مع ذلك انتم بتروحوا وبتاكدوا دائما بتكرسوا اسماء معينه وبتضلوا عم تشتغلوا معها على مدى طويل. يعني انا بشوف حتى اذا بدكم تعطوا فرص للجيل الجديد من الشباب، كتاب، ملحنين او موزعين، بتكون الفرص تبعهم اقل. هذا الايمان لازم يتنفذ على ارض الواقع. لا، هو شوفي أنا أقول لك كل فنان وله جروبه، إن كانوا شباب أو إن كانوا ستاف اللي يعرفوا. أنا ماني ملزم إني أروح أدور على كل الشعراء اللي موجودين. أكيد في شعراء موجودين وملحنين كثير ممتازين، بس فينهم؟ لكن أنا اللي في يدي ده قدرت إني أنا أطلع منه شيء يناسبني وحسيته. وفي أسماء جديدة موجودة معايا من كم سنة، يعني أعتقد إنه لها وجود الآن كويس. أحبك ليه أنا مدري، ليه أهواك أنا مدري، لو مرت علي ذكراك يفز النبض في صدري. بتغيب وبترجع بخطايا 10 خطايا بتقدمها للجمهور، وبحس احيانا انه دائما في عندك جرأة بتقديم اغانيك، بتختار العناوين العريضة، بتختار العناوين الملغومة اذا صح التعبير. بتكون مقصودة ولا هيك عن شكل عبثي؟ حسب الأوضاع. حسب الأوضاع. لا أبدا. هذا ذوقي، و يعني هذه اختياراتي، هذه شخصيتي أنا. ما أقدر، ما أضفت شيء. يعني أحس إنه
يعني ما ادري كيف اعبر لك، يعني هذا انا في اغانيه، هذا انا إن بتقدم كانت أغانيك كأنه الكبيره أنت؟ ولا الصغيره. اغانيك هي صوره عنك، طبعا شخصيتي. والاشعار بتختارها صوره عنك طبعا هذا ذوقي. وعن الاشياء التي تؤمن بها. طبعا بلا شك، من ناحيه المواضيع اللي تتكلم عن الرقه او تتكلم عن الهجر، تتكلم عن الحب، هذا واللي أنا. بيدمر لك حياتك كمان بتعطيه تحيه؟ ايوه انا عاجبني تحياتي ما تدمر حياتي. انا ماني عارف ليش الناس مستسخفه المطلع، وهي مطلع بس ابني يعني ما بعد المطلع ده في بناء وفي موسيقى وفي شعر، يعني مع احترامي اللي ما حسوا يعني، بس انا يقشعر بدني لما اسمعه. تحياتي لمن دمر حياتي وانا فيني نبض على وفاتي. كان في مرحله اذا بدنا نقول تحجيم للشغل اللي انت قدمته لما قدمت البومك. كنت قاعده عم بقرا شوي من الصحافه السعوديه، بشكل او باخر شعرت انه الصحافه السعوديه كان في عندها مقصد انه تخذل عبد المجيد عبد الله، بينما الاعلام العربي كان كثير سعيد بالالبوم يلي انت قدمته. كان في عندي حاله هيك استفسار. يعني هو في يعني بعض اقلام اللي ما لها صدى، ما لها تاثير، ومش مهم يعني. انا اهم شيء انه المتلقي انه يستوعبه ويحسه. انا دائما البوماتي اول ما تطلع احس في نوع من يعني يبدا لا طيب ليش؟ لما يتاكدوا من احاسيسهم ومشاعرهم يبداوا يفكروا انه ويحسوا انه هو ممتاز. طب خلال هاي المرحلة اللي غبتها تقريبا عن المسرح، كنت قاعد عم تراقب، عم تشوف العالم كيف عم يتغير، الموسيقى، شكل الموسيقى لوين عم بيروح؟ هل هو عم بيروح للأفضل؟ أيوة. للأسوأ؟ عندهم بيروح للأفضل. وعندنا اللي بيحاول انه يفهمهم ويحسهم حيروح للأفضل، لكن اللي بيحاول يقلدهم تقليد يعني غير، لا طبعا حيصدم في جدار، سوري في التعبير المحلي ده. بس انما هم صح اكيد. عم تحكي عن جيل الشباب، وانت عارف انه جيل الشباب اليوم هو باحث عن الحرية. يعني انت اليوم عم تحكي عن موضوع اليوم الجيل الجديد بده يخرج عن هذا الاطر اللي دائما الموضوع على العادات والتقاليد اللي انتم لهلا بتضلوا لاحقينها، وبتضلوا لهلا بتقول انه انا ما بدي اطلع اعمل فيديو كليب لانه في عندي عادات وتقاليد ما بقدر نفذ الاغنيه الرومانسيه كما يجب. لا هي مو عادات وتقاليد، الموضوع مو عادات وتقاليد، الموضوع تقبل. يعني الاغنيه العاطفيه محتاجه انك تصور، يعني تصور مع بنت موديلز يعني وتسوي قصه، وانا سني ما يسمح لي ان انا اعيش الحاله هذه، ما حيصدقني الناس يعني، ما حيصدقوني. ليش ما عاد فيك تحب بهذا احب العمر؟ طبعا، ليش ما احب؟ طيب. بس اللي اقصده انه عشان اقنع الناس في دراما مصوره لازم اقنعهم بالمنطق يعني. طب يعني اللي كان معقول محمد عبده حاطط 25 بنت عم يرقصوا وانا بقتنع معه اكثر، ولا انه بشوف قصه حب هون؟ ما ادري، هذا السؤال يوجه للاستاذ محمد، بس انا لا، انا عن نفسي احس انه المفروض انه يتغير الفيديو كليب ويتعمل. طبعا اللي انت قلتيه 19 بنت ولا 20 بنت، هذه خطوط حمراء. انه اجمالا الاغنيه الخليجيه عبد المجيد هو تشويه صوره المراه يعني، بس تماما. هذا لي اعتراض في الموضوع ده. فانك تكون راوي، يا انك تكون في الحدث، وفي الحاله كده تحس الموضوع يعني ما له مزه. مشان هيك انت بعدت عن الفيديو كليب. طب اليوم انت عن شو عم تبحث؟ شو اللي بيكملك اليوم لحتى تحس انه انت خلص استوفيت كل الشروط، واليوم اني القى اذا كان على مستوى الفيديو كليب القى مخرج يحطني في القالب اللي انا استاهله يعني، او انه تصور اغنيه مختلفه تماما عن اغنيه الحب والهجر، وتغني موضوع مختلف تماما ممكن تبان فيه، بس اغنيه فيها حب وفيها هجر وتطلع لي كده تغني بلا لذه يعني. ما انت كمان ظالم، احيانا اغنياتك بتحكي حالها يعني ما بدها كليب، لانه هي اوريدي مكتوبه ومسموعه كما ترى يمكن. صحيح. يا رب. طيب انا بدي اتمنى لك كل التوفيق، لانه في ناس هون بلشوا يعملوا لي اشارات انه لازم نخلص اللقاء. شكرا لوجودك معنا عبد المجيد عبد الله. شكرا لك، شاكر لكم. يكتبونك يرسمونك
يخيلونك لا حشا ما يلمسونك فيك لا يحاولونك